بات المدافع المغربي الشاب إسماعيل بعوف صاحب 19 عاماً الذي يلعب بمركز قلب الدفاع محط أنظار نادي ليل الفرنسي، الذي أبدى اهتماماً جدياً بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مما يشير إلى قرب خوضه محطة جديدة ومهمة في مسيرته الاحترافية. تألق لافت بعد خطوة الانتقال بعد مغادرته أندرلخت البلجيكي صيف العام الماضي بحثاً عن فرصة أكبر للعب. انتقل باعوف إلى صفوف نادي كامبور الهولندي في دوري الدرجة الثانية. بأرقامه المميز لم ينتظر المدافع المغربي وقتاً طويلاً لإثبات نفسه، حيث شارك في 11 مباراة وسجل هدفين، كما شارك مع المنتخب المغربي في كأس العالم تحت 20 سنة، وفاز بالكأس العالمية في المباراة النهائية التي جمعت المغرب والأرجنتين. هذه المستويات اللافتة التي قدمها باعوف جذبت انتباه العديد من الأندية الأوروبية، منها بوروسيا دورتموند وأياكس أمستردام وكلوب بروج وفاينورد روتردام.